اهلا بيكم في حلقه جديده من البودكاست. احنا هنشتغل ايه؟ المره دي خدنا في سكه جديده تماما. اول مره بالنسبه لي كمان ابقى اكسبوزد للموضوع ده. فالاول نرحب بسيد. اهلا سيد. اهلا بيك علاء. طيب سيد بيشتغل في اريا الحقيقه انترستنج جدا، تقاطع عظيم ما بين التكنولوجيا والرياضه، ومش بس الرياضه، كمان الكوره بشكل محدد، ولكن الموضوع طلع اكبر من كده زي ما كنت بتكلم مع سيد شويه قبل ما نبدا نسجل. فخلينا الاول ناخد كده نعرف مين سيد وبيشتغل فين وبيعمل ايه والكارير ماشي ازاي، وبعدين ندخل في التكنولوجيا الرياضيه. اتفضل سيد. اهلا علاء، واهلا بالناس اللي يعني بيتفرجوا علينا او بيسمعونا. انا اكسايتد جدا ان انا اكون معاك مبدئيا، وشايف ان احنا هنتكلم يعني كلام كويس كده ان شاء الله. انا سيد فاروق، شغال في السبورت تكنولوجي، بالنسبه للسايتس او الايفنتس او المنشآت الرياضيه في العموم يعني. يعني أنا شغال بقالي حوالي 22 سنة تقريبا في المجال ده، لكن طبعا في التكنولوجي نفسها من قبل كده بكتير، يعني حتى من قبل ما أتخرج أو حاجة زي كده. أنا خريج حاسبات، وصلت إنجلترا هنا في 2002 2003. بدأت أشتغل يعني كطالب يعني، يعني أنا جيت عشان أدرس مبدئيا، لكن بعد ما خلصت دراسة بدأت إن أنا أشتغل في المجال بتاعي اللي أنا درسته يعني. بعد موضوع الدراسة دوت، بدأت، يعني كان عندي كم حاجة كده عملتها الأول، لأن أنا كان يعني أنت عارف إن الواحد بيتخرج ما بيبقاش عارف هو هيشتغل فين بالظبط وكده يعني. فأول مظبوط. opportunity جات لي كانت في حاجة اسمها سبورتس وورلد، لأن اوكي. أنا كان لازم إن أنا أشتغل وأصرف على نفسي وهكذا يعني. بعد كده اشتغلت في شركة بتاعت اي كوميرس هنا في لندن، في منطقة اسمها تشيزك. بعدها بدأت إن أنا أشتغل في الإيفنتس، يعني قعدت في تشيزك، في الشغلانة بتاعت تشيزك ديت قعدت حوالي سنة ونص تقريبا. بعد كده اشتغلت في شركة كان اسمها مانجو ايفنت مانجمنت. شركة الإيفنتس ديت كانت بتاخد عقود رعاية للبطولات الكبيرة يعني. أول بطولة اشتغلت فيها كانت وورلد كاب، ده كان في 2006 في ألمانيا. وبعدها عملت اليورو 2008، ويعني شركه تنظيم البطوله اه سيد، صح؟ تمام. بالظبط يعني. فاهم، هو احنا كنا بناخد العقود مع شركات كبيره بتعمل السبونسر شيب او مع الاتحادات نفسها. يعني اوكي. اشتغلت مثلا مع الاتحاد الاوروبي لكره القدم، اشتغلت مع الفيفا الاتحاد الدولي لكره القدم. بعد كده اشتغلت مع ويمبلدون، بطوله التنس الجراند سلام. ويعني throughout my career عملت 2 وورلد كاب، عملت 3 وورلد كاب، عملت 2 اولمبيكس، 5 ويمبلدون، عملت ايجن جيمز والوينتر اولمبيكس في فانكوفر في كندا. ف بما اننا على النقطه دي يا سيد، وبرضه يعني من باب الواحد يعرف ازاي الحكايه بتشتغل. هو الاتحادات الرياضيه او مثلا المؤسسه اللي بتدير بطوله ويمبلدون، هي مش بتنظم بنفسها ولكن بتدي تنظيم الايفنت لشركه متخصصه؟ لا، هو بص، هو الكور تيم بتاع المكان نفسه بيكون هو ثابت. لكن لما بتيجي بتنظم مثلا جراند سلام في ويمبلدون مثلا، لازم اوت سورس حاجات كتير جدا، لان هو الكور تيم بتاعه اوريدي صغير كويس، اوكي. والايفنت دوت بيبقى بيجي كل سنه، ومش معقول ان هو هيوظف الناس دي كلها لمده سنه ويتحمل بقى المرتبات دي كلها يعني. اوكي. لحظه الايفنت بيجيب شركه من بره متخصصه في الموضوع تساعده في البيك يعني بتاع الايفنت. بالظبط، بس هو يعني مش لحظه الايفنت بس، احنا طبعا يعني ما قبلها ما بعدها. تمام. بفتره طويله يعني. طيب انت قلت لي انك درست حاسبات. انت كنت مقرر يعني انا داخل ادرس تكنولوجيا ولا هي جت كده؟ لا لا، ده من وانا صغير خالص يعني. انا اوكي. اول كمبيوتر شفته في حياتي كان الاكس 268 I think or 286. 286. اه. 286. يعني حاجه كده، شاشه سوداء ما فيش اي حاجه خالص، ويعني ده وانا صغير خالص يعني. ده اول حاجه شفتها اوكي. في حياتي كانت دوس يعني.
ما كناش حتى وانت مقرر ان انا هخش ادرس تكنولوجيا وهو ده اللي انا عايز اعمله يعني. بالضبط، ما كناش حتى شُفنا Windows ولا أي graphics ولا الكلام ده خالص يعني. اوكي. طيب تيجي نخش شويه اكتر على السبورتس تك. امتى بدات؟ قبل ما اسالك ايه هي اصلا السبورتس تك، انت قلت لنا ان انت مشيت شويه شغلانات انكلودينج الايفنتس والشركات اللي بتنظم احداث رياضيه. إمم. امتى التحول حصل الى الاريا بتاعت السبورتس تكنولوجي؟ في 2004، 2005 اوكي. بدأت أشتغل في شركة اسمها Mango Event Management، وMango كانت acquired by TUI Travel Sport، اللي هي TUI هي أكبر شركة سياحة في الدنيا. اوكي. لكن هم ما بي هي شركة قابضة، فالشركات اللي تحتها هم بيشتروا الbusinesses وبيخلّوا اسمه زي ما هو، لكن الemployees اللي بتبقى موجودة في الcentral functions زي مثلًا finance، HR، IT والكلام دوّة، دول بيتحولوا يبقوا TUI Travel Sport. اوكي. throughout my career أنا حتى لمّا باجي أكتب مثلًا على LinkedIn مثلًا أو حاجة زي كده، باقول TUI Travel Sport لإن هم الناس ديّة اللي هم موظفينّي، لكن الشركة نفسها اسمها Mango Event Management. اوكي. ممكن تحكي لي اكتر عن دورك بقى كشخص بيشتغل في شركه ايفنت مانجمنت للاحداث الرياضيه؟ ايه دورك في الشركه at the هو time يعني؟ لأ، هو interesting شوية، لإن إحنا يعني أنا والHR تقريبًا أول ناس بنوصل للevent دوّة، يعني بعد ما يمضوا العقد والكلام ده كلّه، يعني مثلًا لمّا رُحنا عملنا مثلًا كأس العالم في 2010 مثلًا، أنا رُحت جنوب أفريقيا من تقريبًا شهر 2 تقريبًا، علشان الevent موجود في شهر 7 6 و7 يعني. إحنا أول ناس بنوصل، إحنا أول ناس بنوصل دُولة بنlayout الoffice بن يعني بنconnect الinfrastructure بتاعتنا، بنset up كل حاجة، ونبقى جاهزين للناس اللي بتيجي بعد كده. بعد كده بييجي ورانا بقى الevent managers والevent directors والproject managers والناس اللي هم بتوع الmarketing والsales وإلى آخره، وحسب طبيعة العقد. يعني في مثلًا عقود كانت بتبقى موجودة إن إحنا مثلًا بنlook after MTN مثلًا في جنوب أفريقيا، أو بنlook after كوكاكولا مثلًا في 2008 مثلًا في اليورو، أو بنشتغل مع الUEFA نفسهم في مثلًا زي 2012 في أوكرانيا وبولندا مثلًا. الموضوع بيختلف، كل بطولة بيبقى ليها يعني حسب العقد بتاع الشركة نفسه، إحنا المطلوب مننا إيه والمطلوب إن إحنا نعمل إيه. يعني في اوكي. ناس مثلًا إحنا في 2008 كنا بنlook after حوالي 30,000 بني آدم جاي من جميع أنحاء الدنيا علشان يحضر المباريات ديّة. فحضرتك بقى لمّا بتيجي مثلًا تتكلم عن شركة كبيرة زي كده، أنت بتلِم الناس من جميع أنحاء الدنيا. فطبعًا ده عايز له scheduling، عايز له flight system، عايز له accommodation، وبعد كده الitinerary بتاعتهم، فأنت محتاج itinerary builder، وبعد كده الaccommodation جوّه البلد يعني اللي هم رايحينها، والtransportation بتاعهم والticketing system والconnection مع ال الاتحاد نفسه أو البلد المضيف أو حاجة زي كده. لأ، اوكي. ففي حاجات كتير جدًا، وبعدين بي بي إحنا عشان الناس بتوع technology وكده، بيتحط علينا حاجات تانية، يعني مثلًا إحنا بنlook after Coca Cola، ف لكن في مثلًا بطولة مختلفة مثلًا زي 2012، فإحنا كنا بنlook after الticketing system والgate system. اوكي. هو التيكتنج والجيتس وكل الحاجات دي كلها ان جنرال بتنزل في الصناعه تحت بند السبورتس تك؟ طبعًا، هو طيب هو مش ايه تاني بقى؟ اديني لأ، كده نظره عامه عن السبورتس تك، في ايه تاني غير الحاجات اللي لها علاقه بالتنظيم؟ تعال بُص، نسميهم يعني. الsport tech ديّة حاجة يعني very broad، يعني broad أوي. آآ اوكي. يعني أنت مثلًا لو مثلًا بتتكلم في كرة القدم مثلًا، فأنت عندك يعني حوالي 13، 14 system بيستخدموا جوّه نادي الكورة بس، اوكي. كويس؟ زي ايه كده؟ ادينا فكره. ده الجزئية بتاعة الكورة بس، ده الsport. خلّيني أدّي لك يعني setup كده إيه بسيط يعني. حلو. نادي كرة القدم يعني في إنجلترا هنا مثلًا، عشان الموضوع ده ما بيمشيش في مصر، لإن إحنا ما بنستخدمش tech كتير في مصر، أو بنستخدمه بس هو يعني scattered أوي يعني، مش متجمّع مع بعض. لكن في أندية الكورة هنا أنت عندك
4 pillars كده مهمين، لازم تبص للتك بالطريقه دي. فالبيلر بتاع السبورت نفسه اللي هو بتاع الانظمه بتاعت كره القدم، فانت عندك بقى الناس بتوع التحليل والداتا ساينس والسبورت ساينس والنيوتريشنست والميديكال والاكاديمي، في انظمه كتير قوي في الحته دي. البيلر التانية دي بتاعت الفينيو نفسه او الاستاد. فعندك بقى تيكتينج وجيت سيستم وهوسبيتاليتي وبوكينج وميوزيوم وحاجات تانية جوه الاستاد، يعني مثلا انفراستراكشر زي واي فاي، في داتا اناليسيز، في purchasing systems، كاش سيستم، payments، كل الكلام ده. البيلر الثالثه بتاعت الباك اوفيس اللي هو الاي تي العادي، اللي هو اي حد مثلا بيشتغل في الاي تي او بيشتغل في التكنولوجي يقدر يعمل الحاجات اللي الاي ار بي مثلا. عندك فاينانس، اللي بتلاقيها في الشركات يعني بشكل عام. اللي هو الاي تي العادي بتاع الشركات. تمام. البيلر الاخيره دي بتاعت الكوميرس. دي بيبقى فيها اي كوميرس، بيبقى فيها مخازن، وير هاوسنج، بيرشيسنج سيستم، مارشندايزنج، اي بوس، كل الانفنتوري، كل الانظمه دي. فلما بتيجي مثلا تشتغل مثلا في نادي كوره، انت بتتعرض لكميه تكنولوجيز وبتتعامل مع كميه اقسام برود قوي. فبتلم بقى خبرات كتير جدا من اماكن كتير. يعني احنا مثلا بنقعد مع الناس بتوع الماركتينج، بنشوف ايه اللي هم عايزين يعملوه، ايه المطلوب مننا. فانت بالتالي قاعد بتحتك بالناس ديت طول النهار. فانت لما تيجي تسالني في ماركتينج اقول لك انا عارف الناس بتوع الماركتينج بيطلبوا ايه. لكن لو قلت لي ان انا احسن من الناس بتوع الماركتينج او افهم في ماركتينج زيهم، لا طبعا، ابقى مجنون يعني لو قلت حاجه زي كده. اوكي، هو امتى الانديه الرياضيه في اوروبا بدات تحط فلوس واستثمارات كبيره في موضوع السبورتس تكنولوجي ده؟ وما اقصدش الحاجات اللي هي من البيلرز الاربعه اللي انت قلت عليهم، ما اقصدش الجيتنج والبوك والتيكتنج والحاجات دي والانفراستراكشر بتاع الاي تي، ولكن اقصد الحته الاولانيه اللي هي بتاعه التحليل والاناليسز. عايزين ناخد كل بيلر كده نتكلم عنه شويه. فتعالى ناخد الاولاني ده، قول لي بدا امتى الاول الموضوع ده؟ التحليل ده بدأ من 1950 يعني. اوكي، التكنولوجيا وايز يعني. لا، تكنولوجي وايز احنا بنتكلم في 1998 تقريبا. كان اوكي. اول حاجه عملوها كان حاجه اسمها البروزون. وبروزون دي كانت بتعتمد على حاجه اسمها تحليل الفيديو. اوكي. طبعا علشان يقدروا ان هم يعملوا الكلام ده، فكانوا بيستعملوا يعني مثلا يعني تكنولوجي بدائيه شويه، اللي هو الشرايط الفي اتش اس ديت اللي هي بتاعت زمان، وشرايط الكاسيت اوكي. الحلوة ديت. ويقعدوا بقى يمنتجوا بقى وحاجات زي كده. لكن جت بقى الديجيتايزيشن بتاع الموضوع ده. بمجرد ما وصل بقت كل حاجة بقت ديجيتال. فانت الفيديوز ديت بتجيلك على الكمبيوتر كويس، صح. فبتحتاج ستورج، الستورج ده بيحتاج انفراستراكشر وهكذا. فالموضوع ده بدأ من أوائل الألفينات، لكن اتطور جدا بدخول بقى الداتا ساينس والداتا كوليكشن والكلام ده كله. يعني احنا بنتكلم مثلا من 2005 ل 2010 كانوا يا دوب يعني الناس اللي هم بيحاولوا ان هم يقنعوا الأندية ان الداتا والكلام دوت شيء مهم، وان هم لازم ان هم يبداوا يستخدموه. الاول كان بروزون مثلا كان بتلم شويه داتا كده خفيفه اللي احنا بنسميها الكوانتيتيف داتا، مش كواليتيف يعني. الكوانتيتيف دول بيقولوا مثلا ايه، اللعيب ده شاط كام شوطه، الفرق دي شاطت كام شوطه، جه منهم كذا جول، عملوا كام فاول والكلام ده كله. كل ده كلام فاهم اللي هو ايه، اللي هو ايفنت داتا يعني يعني. على الوش كده، يعني هاي حاجات، ليفل قوي. اه. حاجات كده على الوش. فما كانش فيها تحليلات كتير قوي يعني. لكن الثورة العظيمة ديت حصلت من ساعة ما أرسن فينجر اتكلم عنها أول مرة. كان تقريبا ماتش ما بين أرسنال وسيتي، وقال لا ده احنا اتغلبنا من سيتي، بس الاكس جي بتقول ان احنا كنا عملنا فرص احسن ووصلنا لجون اكتر والكلام ده. فالناس بدأت تنتبه بقى للموضوع ده، اللي هم الناس العاديين، انه اللي زيي وزيك والناس اوكي. الجماهير يعني. يعني الموضوع ده بدأ يتطور، وبدأ يبقى في كل نادي بيبقى بيعين حد مثلا زي داتا ساينتست وداتا اناليست وفيجوالايزر وناس تانية علشان يقدروا يشرحوا الحاجات ديت، لو احنا بنسميهم الترانسليتورز يعني، علشان
الناس بتوع الكوره يفهموا الناس بتوع الداتا دول عايزين ايه، لان هو عالم اوكي. مختلف تماما. انت لما بتشوف الكوره مثلا من منظور الداتا والداتا ساينس، حاجه تانية خالص غير لما بتشوفها في الملعب اون ذا جراس يعني. فالموضوع مختلف خالص. فالموضوع يعني بدأ من اوائل الالفينيه وبدأ يتطور لغايه يومنا هذا يعني. فالنهارده اوكي. احنا بنتكلم عن كل مباراه مثلا، احنا بنقول يعني الداتا ديت بقت نوعين. نوع بيقول ان هو ايفنت داتا، الحاجات اللي حصلت في المباراه، جري قد ايه بقى، باصه كام باصه، الكلام ده كله. وحاجه اسمها التراكنج داتا، اللي ايه التحركات عامله ازاي، التاكتكس عامله ازاي، الفن، اوكي. البنتريشن بتاع الدفاع اللي اسمه كذا حصل بالطريقه دي وهكذا يعني. اوكي. فباختصار شديد يعني، آخر 10 سنين كانوا يعني حاجة كبيرة جدا، ثورة هم مختلفة. دول اللي حصل فيهم التطور الكبير. طفرة هو ده كبيرة. اللي احنا النهارده بنشوف اللعيبه بتلبسه كجزء من تحت لبسهم تو تراك الموفمنتس بتاعتهم، وكل ده بيفيد في قلب الحاجات. هو ايه تاني احنا مش شايفينه بعينينا كمتفرجين وكجماهير كوره موجود في الملعب عشان يدينا المعلومات اللي انت بتتكلم عليها دي؟ لا لا، في حاجات كتير جدا. ده أنا عايز أقول لحضرتك إن حتى الناس اللي هم خارج النادي، اللي بيفهموا في الديتا وبيلموا ديتا والكلام ده كله، الكلام ده كله حوالي 5 ل10% من كمية الداتا المتاحة للناس داخل النادي. اوكي. الناس لما بتتفرج مثلا على ماتش كورة وتشوف شوية أرقام وحاجات زي كده، فهي بتشوف الحاجات اللي هم شافوها، الريزلتس، او الحاجات اللي على السيرفس. يعني هم يا دوب بيسكراتش ذا سيرفس يعني، ما فيش اي تعمق في اي حاجه تانية. فهم بيبنوا تحليلاتهم على بناء على اللي هم بيشوفوه في الملعب، وده شيء طبيعي لان هو ده المتاح لهم. لكن النادي الكوره نفسه لا، بيبقى عنده داتا كتير جدا. يعني مثلا انت عندك النيوتريشن داتا، الميديكال داتا، الريهابيليتيشن، الميديكال. في حاجات تانية مثلا زي الدريلز بتاعة التمرين. الناس بتوع داتا ساينس، الناس دول خدوا أحمال قد إيه في مباريات، أو في التمرين أو حاجة زي كده. الريكفري بتاع اللعيبة ده كان عامل إزاي. فأنت ممكن تشوف لعيب كان مكسر الدنيا خالص في الماتش اللي فات، والماتش دوت مش قادر يأدي أو مش قادر يعمل مثلا نفس المستوى أو حاجة زي كده. فهو ده بيبقى ليه تفسير داخلي جوه النادي. لكن الناس طبعا اللي هم بيشوفوا الكلام ده بره، لا طبعا بيبقى حاجه مختلفه، لان هم كميه المعلومات اوكي. المتاحه ليهم مش زي اللي جوه النادي يعني. طب والحصول على المعلومات دي موجود من خلال البادي سنسورز اللي بيلبسوها اللعيبه تحت هدومهم، ولا كمان سنسورز موجوده في الملعب غير كاميرات التصوير العاديه اللي احنا بنتفرج منها على الماتش؟ لا، الكاميرات بتاعه المحللين، حاجه يعني بتبقى واخده 180 درجه، جايبه الملعب كله بدون استثناء. هو ملوش دعوه اوكي. الكوره ديت مع مين، لان انت راكبه فين من باب الفضول يعني؟ لا، بتبقى راكبة في مكان عالي شوية، تقدر إن أنت اوكي. تشوف الملعب كله. اوكي. يعني بيبقى ليها مكان معين جوه الاستاد. اوكي. ويعني ممكن يبقى عندك مثلا 3 أو 4 كاميرات كمان، هما بيصوروا نفس المباراة. يعني مثلا أنت ممكن تبقى عندك كاميرا ورا الجون ده، وكاميرا ورا الجون التاني، وكاميرا في نص الملعب. فأنت شايف اوكي. من الناحية دي ومن الناحية دي ومن الناحية دي. اوكي. الحاجات ديت، كل كاميرا بيبقى ليها استخدام معين. يعني الناس اللي هم اللي في نص الملعب دولت هم بيسموها التكتيكال كام. التكتيكال كام ديت بتجيب ال 22 لعيب والثلاث حكام اللي موجودين في الملعب. بتقدر بقى ان انت تشوف التاكتكس بتاعت اللعيبه دي عامله ازاي، والتحركات بتاعتهم عامله ازاي. ايه دي بتستخدم في حاجه اسمها التحليل الفيديو. بس في نفس الوقت احنا نقدر نستخدم الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج علشان نقدر ان احنا نشوف الموفمنت بتاعت اللعيبه ديت كلها عامله ازاي. وبالتالي تقدر تشوف الباترنز بتاعت كل فيز في المباراه، او في اللعب نفسه. يعني الفيز بتاعت اللعب دي في حوالي 12 فيز، فمحتاجه حد يكون دارس تحليل كويس قوي علشان يقدر يحلل المباراه دي عامله ازاي، والتاكتكس ده عامل ازاي، واللعيبه دي بتتحرك ازاي. ومعظم يعني عايز اقول لحضرتك ان 99% من التحركات بتاعت اللعيبه النهارده في مباريات كره القدم بقت يعني بقت متفق عليها. مش يعني هي بتحد شويه من حته الابداع والكلام دوت، لكن هي دي
اللي بتخلي التيم يلعب كتيم مش كانديفيدوال. ويجيب النتائج اللي هم بيدوروا عليها يعني. بالظبط. أسألك سؤال قد يبدو ساذج شوية، الإحصائيات اللي إحنا بنشوفها كمتفرجين على الشاشات وإحنا بنتفرج على الماتش، كام باس، الاستحواذ على الكورة، الحاجات دي كلها، نفس الكاميرات دي هي اللي بتعدها وتطلع الأرقام ولا دي سيستم تاني خالص؟ لا هو وصل الارقام اللي احنا بنشوفها ديت مبدئيا في شركات متخصصه لجمع وتدوين الداتا. يعني أوكي. الارقام العاديه اللي احنا بنشوفها بصوره عاديه دي بتبقى حاجه اسمها ايه، ايفنت داتا. أوكي. يعني ايه اللي بيحصل بس. هو بنعدها بطريقة يدوية ولا بنعدها بطريقة متصورة وأوتوماتيكلي؟ لا هو في اسلوبين. يعني في الاسلوب الجديد اللي هو انت بيبقى فيه داتا اناليسيز زي سوري مش داتا اناليسيز، artificial intelligence، بحيث ان هو يشوف اللعيبه دي بتتحرك ازاي. لكن أوكي. الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج ما بتقولكش ان اللعيب ده عمل باصه بالطريقه دي. اه أوكي. ف احنا لما بنيجي نتفرج مثلا على مباراه، في ناس متخصصه في الموضوع ده. يعني هي بتقعد تعمل التدوين ده. يعني انا هقول لك. بالتدوين يعني مانيوال بروسيس يعني. مش هو سيمي مانوال. يعني عارف سيمي لو انت مانيوال. ايه. أوكي. بيبقى عندك كيبورد مختلفه شويه عن الكيبورد اللي احنا بنستخدمها دي. أوكي. فانت انت لما بتشوف باص فبتدوس على الباص. بتشوف مثلا لعيب ضغط مثلا على لعيب تاني فانت بتقول ضغط. أوكي. لعيب رقم كذا عمل كذا فانت عندك اوريدي كيبورد جاهز للموضوع ده. أوكي. لكن لما بتيجي بقى تحلل المباراة، لا ده في مستوى تاني من الكلام ده. يعني انت مثلا بتيجي تشوف انا مثلا سيد بيباصي لعلاء كويس. علاء يبعد عن ايه عن سيد قد ايه. مثلا نقول 20 متر. طب 20 متر ده يعني اقرب للمرمى بتاع الخصم ولا بالعرض. فلازم احنا نقول لا دي تمريره فورورد باس. اوكي. طب أوكي. الفورورد باس ديت كانت ايه، كانت شورت ولا كانت ميديوم ولا كانت لا لونج باس. لونج باس. طب السويرف بتاعها كان عامل ازاي، كان سويرف يمين ولا سويرف شمال. سويرف يمين. أوكي. طيب المستوى الارتفاع بتاع الباصة ده كان عامل ازاي. ممكن يكون على الارض، ممكن يكون في الهواء، ممكن تكون متوسطة. في تفاصيل كتير قوي. يعني أوكي. كل مباراة النهارده بتطلع تقريبا حوالي من 3000 ل 4000 ايفنت. فال 3000 ل 4000 ايفنت دول دلوقتي كمان في حاجة اسمها ال 360. ف يعني انت بتشوف بقى كل التحركات بتاعت كل اللعيبة في كل حتة في كل ثانية. فكمية الداتا اللي بتطلع دلوقتي من مباراة كرة قدم أكتر بكتير جدا من 3 4 سنين فاتوا أو من 5 سنين فاتوا. أوكي. وشركات جمع وتدوين الداتا النهارده بيبقى عندها زي اوبريشن سنتر. الاوبريشن سنتر ده فيه ناس كتير جدا وبيتم وليها يعني ليها بروسيس معين. يعني انت بتلم الداتا وبعد كده بقى في كواليتي كنترول وبعد كده في تنقيح وبعد كده وهكذا يعني لغايه ما أوكي. توصل لان انت ايه عندك داتا كلين تقدر ان انت تستخدمها وتبيعها للانديه وهكذا يعني. متمركزة في مكان معين الشركات دي يا سيد والّا بدأت تنتشر في الدنيا بشكل عام؟ لا مش بالضروره ان هي تكون متمركزه في مكان معين. يعني مثلا أوكي. ممكن تبقى انت عندك اصل الناس دي بتلم الداتا ديت من الفيد العادي بتاع التلفزيون. بتاع التلفزيون. أوكي. اه فممكن يشتغل من الهند، يشتغل من إندونيسيا، يشتغل من مصر، مش تفرق معاه حاجة يعني. باي ذا واي يعني احنا عندنا في مصر الداتا الكوليكشن سنتر بتاع اكبر شركه موجوده لجمع وتدوين الداتا في الدنيا حاليا يعني. أوكي. أوكي. وناس مصريين شاطرين جدا في الموضوع ده باي ذا واي يعني. أوكي. إحنا اتكلمنا شوية عن الكورة، م. وقُلت لي إن بدأت الأمور تبقى تاخد نقلة كبيرة لمّا الفيد يعني أو الماتشات بدأت تبقى digitized، فبالتالي الanalysis بتاعها بدأ يتحسن بدل الفيديوهات والVHS والكلام ده. طب بالنسبة للرياضات التانية بقى، يعني التنس، الرجبي يمكن، يعني ما أعرفش الرياضات الأكتر اللي عندها شعبية بقت تيجي تحت الكورة، أخبارها إيه هناك كمان؟ نفس الموضوع. اصل هو جمع وتدوين الداتا مش للكوره بس. يعني هتلاقي مثلا جمع وتدوين داتا لتنس، لكرة يد، كرة باسكت مثلا.
فولي بول، كل الكلام ده. لكن كل لعبة بيبقى ليها آه، يعني جمع الداتا بتاعها بيبقى ليه، طريقة هي مختلفة. ريليتد للعبة دي. كويس. صح. يعني انا من شويه مم. قلت لك باص كويس، طب الباص ده عامل ازاي؟ في مثلا حوالي بتاع 20 30 بارامتر للباص دي. كويس. لكن بالنسبه مثلا للتنس فمفيش باص، انت فور هاند، باك هاند، كانت لوب، كانت عاملة ازاي؟ تمام. بالظبط كده. اوكي. كل لعبه بيبقى ليها الكوليكشن اللي هو ريليتد للعبه ديت يعني. اوكي. طيب احنا النهارده اللي بتشوف الدوريات المختلفة، الدوري الانجليزي، الاسباني، الالماني، مقدار استثمار كل النوادي في الأندية دي مختلف عن بعضها في موضوع التكنولوجيا المطلوبة في الرياضة؟ بالتاكيد، بالتاكيد. اوكي. وكمان حسب حجم النادي. يعني انت النهارده انا مثلا انا كنت شغال في مانشستر يونايتد. ف البادجت بتاعنا بالنسبه للتكنولوجي بس في النادي كان بيتخطى ال 7 مليون استرليني في السنه. لكن في حاجات تانية بتبقى للار ان دي، ريسيرش اند ديفلوبمنت، او بيسموها البحث والتطوير. فبتفرق ما بين نادي والتاني. يعني مثلا ليفربول هو واحد من الليدنج كلابس في حته الار ان دي، وفي حته الداتا ساينس كمان، لان هم عندهم تيم خاص للداتا ساينس للكوره بس. اوكي. مانشستر سيتي مختلف، يعني بيعالج الموضوع ده بطريقه مختلفه تماما. يعني هم عندهم قسم اسمه الانسايت. فالانسايت ده مخصوص بالنادي في كل انحاء النادي بقى، مش الكوره بس. اوكي. يعني هم عنده اوكي. ناس بتشتغل الكوره يعني جوه القسم، لكن ولكن الموضوع ده بيعملها كمان للرياضات الأخرى يعني. هو الموضوع ده سنترلايزد بالنسبه لهم يعني. اوكي. يونايتد كان سكاترد، ما كانش فيه قسم خاص للانسايت، لكن كان فيه موظف للداتا اناليسيز موجود لكل قسم. فيعني حتى هم دلوقتي بدأوا ان هم يتبعوا الحته بتاعت السنتراليزيشن. بس ده الكلام ده انا بعد ما مشيت يعني. اوكي. بتشوف ان بشكل عام المنتخبات ينفع كمان تستفيد من الحاجات دي، ولا بما ان احنا بنتكلم على داتا يبقى استمراريتها والكونسيستنسي بتاعتها بتأثر على اللي انا بقدر يعني استنبطه منها، فبالتالي المنتخبات ممكن ما تكونش مهمة قوي؟ لا لا بالتأكيد، ده كمان المنتخبات تفيدهم في حتة السكاوتينج. يعني أنا مثلا عايز أشوف you know الأداء اللي هو بتاع انا انقي الفريق اللي انا هلعب بيه في المنتخب بالظبط. يعني. أنا اه. هبني الفريق ده إزاي؟ ممكن مثلا حد يجي يقول لك إيه، لا أنا عايز حد عنده خبرة مش عارف إيه، أو القوام الأساسي للمنتخب. عارف الكلام الكليشيه اللي إحنا بنسمعه ده؟ امم. يعني ده فاهم المدرسة القديمة. دلوقتي لا، في يعني لازم تقدر تشوف اللعيبة ديت شغالة إزاي من أول الموسم. كمية الإصابات اللي تعرضوا ليها، الريكفري بتاعهم كان عامل إزاي، طب هم الفورم بتاعهم فين بالظبط. لما تيجي بقى تختار القوام بتاع المنتخب، فأنت بتشوف أعلى ناس موجودين في الحتة ديت. لكن أنت أجين يعني الموضوع ده أنت بتشوفه من داتا. الداتا اوكي. دي بتدي لك الريزلتس بتاعت كل حاجة. طيب طب اللعيبة ديّة ما هو ممكن يكون عنده أحسن، بس هو إيه، مش موجود في system يقدر إن هو يدّي له الحرية علشان ينتج كويس. فأنا كراجل بتاع منتخب مثلًا، باروح أجيب اللاعب اللي هيخدم الphilosophy بتاعة الاتحاد. يعني اوكي. الاتحاد ده مثلًا عايز يلعب استحواذ مثلًا، فلازم أروح أجيب لعيب يقدر إن هو يحط الكورة تحت رجله، ما يتأثّرش كتير بالضغط والكلام ده كلّه. بصر كويس، بيتحرك كويس، عنده وعي تكتيكي كويس. طب أنا هالعب على مثلًا مرتدات مثلًا أو حاجة زي كده، ودي الphilosophy بتاعتي. فأنا لازم أجيب لعيب مثلًا، اللعيبة اللي قدّام دُوّة لازم تبقى لعيبة سريعة مهارية يقدروا يعدّوا واحد لواحد، الكلام ده كلّه. والدفاع اوكي. بتاعي لازم يبقى صلب جدًا، قادر إن هو يستعمل يعني يقاوم الضغط بتاع الفرقة اللي قدّامي لمُدَد طويلة بدون ما يفقد تركيزه. ف فأنا باستفيد هنا من الداتا إن أنا أعمل الاختيار الأول، يعني اللي هو يعني نفس الداتا اللي ممكن النادي يستفيد منها لتحسين الأداء ماتش ورا التاني، أنا باخدها بغرض آخر، اللي هو إن أنا أختار الفرقة اللي شكلها متناسق مع بعض وتقدم لي اللي أنا بادوّر عليه. بالضبط. يعني لو إحنا بنسميها الscreening.
اللي هو انت زي كده ما تكون بتوظف حد في الاتش ار. السكريننج بتاع الناس ده عامل ازاي الاول، ده اللي هو الفيرست كات يعني، وبعد كده أوكي، بتبدا ان انت ايه تنقي تدقق يعني. أوكي. طيب النهارده أنت قُلت لي أنا درست حاسبات، خرجت يعني الدنيا خدتك على شركة event management، بالصدفة برضه هم كانوا بيعملوا أحداث رياضية، فبقى في التخصُّص بتاع الsports technology موجود. بالظبط. لكن النهارده أكيد الsports technology بقى موجود كتخصُّص من الأول خالص صح؟ للناس اللي في الجامعة، أكيد في جامعات بتطلّع ناس متخصصة في المجال ده؟ في جامعات في انجلترا هنا بتدرس الكلام دوت، لكن هو في الاول وفي الاخر انت لازم تبقى كمبيوتر ساينس. يعني أوكي، ده الاساس بتاعك. كمبيوتر ساينس ايه بقى، انت ممكن تاخد تخصص مثلا معين ينفع ان انت تشتغل بيه فيه جوه الانديه، أوكي. بعد كده تبدا ان انت تتفرع من هناك. يعني انت عارف، انت يعني انت ما فيش حد بيتخرج بيبقى عنده الفرايتي بتاعت الاكسبيرينسز دي كلها. فالحاجات دي بتتم عن طريق only comes by time يعني، مش قُل هتقدر لي انت. التخصُّص ده تخصُّص لو أنت النهارده مثلًا بتhead مثلًا قطاع التكنولوجيا ده في نادي معيّن مثلًا، مم. وعايز تعيّن ناس بيفهموا في الsports technology، ده تخصُّص صعب الحصول عليه والّا متاح؟ لا لا، متاح جدا، متاح كمان، وليه في كورسات كتير جدا موجودة دلوقتي. لو انت مثلا عايز تشتغل في الداتا اناليسيز مثلا او حاجه زي كده، ففي حاجات كتير جدا موجوده ومتاحه للناس يقدروا ان هم يدرسوها، وفي كمان حاجات اونلاين يعني. انت مش لازم أوكي، تسافر البلد ديت علشان تدرسها، بالذات في حته الداتا دي. لكن في حاجات تانية يعني، انت جوه النادي انت عندك فرايتي كبير جدا زي ما قلنا كده من شويه، في تكنولوجيز كتير يعني. انا شخصيا اقوى حاجه عندي كسيد يعني الفينيو سيستم. انا يعني ممكن اقعد افصص لك الفينيو دوت حته حته، ونقعد مثلا نعمل حلقات جوه الفينيو سيستمز بس. آه، ال- زي ما قلت كده ايه، الفرايتي واسعه قوي. أوكي، الباندويتس واسع، فانت بتتكلم في انت بتتعرض لكميه تكنولوجيز كبيره يعني. انا اشتغلت قبل كده مثلا في شركه ريتيل، فانا اعرف الوير هاوسنج والانفنتوري والاي بوس سيستمز والمارشندايزنج. تمام، وده اللي يعني فاهم الهارت بيت بتاع الريتيلرز. في نفس أوكي، الوقت اشتغلت في ايفنتس رياضيه، فاعرف كل السيستمز اللي موجوده بتاعه الفينيو، أوكي، تيكتنج، جيتس، سي ار ام، الكلام ده كله. وفي نفس الوقت برضو اشتغلت في نادي كوره. نادي كوره ده بقى بيلم كل الكلام ده كله. يعني انت لما تيجي تبص على نادي الكوره، انت هو مش مجرد نادي كوره، ده لا، ده انت شركه ايفنتس. شركه ايفنتس كبيره كمان، انت بتملى استاد فيه 75 الف بني ادم 19 مره في مسابقه واحده في السنه. يعني انت أوكي، 19، يعني انت بتستضيف 75 الف بني ادم 19 مره في ماتشات البريمير ليج بس. لكن انت ما بتلعبش بريمير ليج بس، انت عندك كاراباو كاب كاب، مثلا، اف اي كاب، وعندك الChampions League لو أنت ليج هناك. ويوروبا ليج. فانت على الاقل بتعمل لك مثلا 30 ماتش في السنه، 30 ماتش في السنه في 75 الف بني ادم، فانت ممكن يعني فاهم 2 مليون وشويه بني ادم بتستضيفهم كل سنه فانت شركه ايفنتس كبيره. عجبني التعبير بتاع النادي ده شركة events عجبتني الفكرة. لا لا، انت مش شركه ايفنتس بس، ده انت شركه ايفنتس ومتحف وشركه تذاكر وشركه هوسبيتاليتي. يعني عندك ناس بتيجي تعمل اجتماعات قبل الماتش وليهم صح، متطلبات تانية خالص. انت كمان شركه تسويق، يعني انت عندك سي ار ام كبير. انت كمان شركه سبونسرشيب، يعني انت بتدير 160 راعي. ف 160 عقد رعاية، كل واحد فيهم ليه متطلبات مختلفة، العقد بتاعه بيتيح له حاجات مختلفة. يعني مثلا احنا عندنا اوبر مثلا كانت بتيجي ترعى يوم واحد في السنة في اولد ترافيك. فانت تيجي اولد ترافيك تلاقيه كله اوبر، يعني من بره لجوه. الدعاية بتاعت الاسبوع بتاعت الماتش بتاع الاسبوع ده كلها اوبر بس. تيجي أوكي، مثلا كان عندنا راعي اسمه اير فلوت، اللي هو شركة طيران. الجوية الروسية. إمم، الناس دوت كانوا طلبوا ان الجراج بتاع الاستاد، لانه قريب
من مطار مانشستر، وانت لما بتطلع بالطياره فانت شايف اولد ترافورد. فطلبوا ان هم يكتبوا يرسموا اللوجو بتاع الشركه على الكار بارك كله. فانت وانت اوكي، ماشي طاير بالطياره فانت شايف شوفها الكار، من فوق يعني. اللوجو بتاع الشركه كلها على الكار بارك كله، يعني حاجه كبيره يعني. فكل عندك بقى 160 راعي، فانت شوف بقى، انت شركه بتاعت رعايه، وفي نفس الوقت انت شركه كوره، وفي نفس الوقت انت شركه لحاجات تانية كتير. فنادي الكوره ده عباره عن مجموعه شركات محطوطه جوه بعض، والفرايتي بتاعها كبير قوي. فانت لما تبقى مثلا، يعني انا كنت نائب رئيس القسم وكنت مدير الاوبريشن. فمدير الاوبريشن ونائب رئيس القسم تلاقيني قاعد مثلا مع حد في مجلس الاداره وتاني يوم بتكلم مع الريسبشنست عندها مشكله مثلا في حاجه. كويس. فانت شوف الفرايتي عامله ازاي، انت يعني فيرتيكالي و واكروس الاورجنايزيشن كلها، يعني كل اه العناصر اللي فيها. فالموضوع بيبقى يعني هي شغلانه مرهقه جدا باي ذا واي، يعني مش انما معظم الناس يقول لك اه انت عشان عندك تيم والكلام. اه انا عندي تيم، كان عندي تيم فيه 18 بني ادم. آه الناس دي كلها شغاله معايا في الاوبريشن. لكن لما تيجي بقى تكسبوز، يعني الاكسبوجر بتاعك في المانجمنت وتتكلم مع الناس بتوع السكيورتي، تتكلم مع الناس بتوع الماركتينج، بتوع السيلز، بتوع التيكتينج اوفيس. التيكتينج ده لوحده يعني مصيبه لوحده يعني. يعني انت لما بتشتري مثلا تيكت، انت بتشتريها تيكت. طب انت عايز التيكت دي ورقيه، ولا عايزها على الموبايل بتاعك على كيو ار كود مثلا، ولا عايزها على الكريدت كارد، الكارد اللي احنا بنبعته لك؟ كويس. طب ايه الفورمات بتاعها عامل ازاي؟ طب انت لو اشتريت تيكت وحبيت ان انت ترجعها لان انت مش هتحضر الماتش، جالك حاجه مثلا مفاجاه انت مش هتحضر الماتش، طب هترجعها ازاي؟ موفر لك حاجه اسمها الاكسشينج. يعني مثلا انت علاء جاي من مصر عايز، او جاي من دبي انت عايز تحضر ماتش معين، فانت بتخش على التيكتنج سيستم، بندفعك فلوس باي ذا واي، اللي انت لازم تبقى ممبر الاول علشان تقدر ان انت تشتري تيكت من النادي. بمجرد ما انت موجود جوه الموضوع ده، احنا بنوفر لك حاجه اسمها الاكسشينج. الاكسشينج ده بتاع اي حد كان اشترى تيكت اوريدي وهو مش، يعني مش هيجي. ف اوكي، بترجع بتليست التيكت بتاعتك على الاكسشينج ده، وفي نفس الوقت النادي بياخد منك كوميشن تاني. يعني انت اوكي. طول ما انت ماشي انت بتدفع فلوس للنادي. طب اسالك سؤال يا سيد، النهارده يعني بعد الرحله دي 20 22 سنه شغل، وصلت النهارده ان انت بقيت يعني متخصص في موضوع السبورتس تكنولوجي مع الجهات الرياضيه المختلفه. لو كنت عارف انك هتوصل للنقطه دي النهارده، بس من وانت في الجامعه، كنت عملت ايه مختلف؟ اختصر لك شويه سنين، ادالك شويه خبره انت كنت عارف انك هتحتاجها في المستقبل؟ سؤال صعب شوية، بصراحة مش عارف. اوكي، يعني مش حاسس النهارده لو انت جالك واحد قال لك انا عايز اشتغل في السبورتس تك دي، انا هي دي الحته بتاعتي انا حاببها، هتقول له والله اعمل كذا في الاول بدري هينفعك في الكارير بتاعك في الحته دي؟ هو انا هقول لك على حاجة، هو الموضوع عامل ازاي، ان انت بتدخل من حتة واحدة وبتتفرع في الباقي. لان انت اوكي، ما يعني ما فيش حاجة مثلا في الشهادة تيجي تقول لك ايه خد السبورت تك كده. دي الفرايتي كلها. لان اوكي، مبدئيا لان التكنولوجي بتتغير كل يوم. انا ما ينفعش اقول لك التكنولوجي دي بالذات هي اللي هتوصلك. لان انت يعني باي ذا تايم انت بتدرس وتبقى جامد في الحته ديت عشان تقدر تبقى محترف فيها، تبص تلاقي في تكنولوجيز تانية وصلت بتعمل حاجات تانية. فانت ال- ال- الموضوع عامل ازاي. انا شخصيا تخصصي في السوفت وير ديفلوبمنت والكلام ده. بعد كام سنه بصيت لقيت نفسي لا انا اعرف انفراستراكشر، اعرف الابلكيشنز، لان طبعا الباك جراوند بتاعتي. وبعدها جه اون توب اوف جه بقى الموضوع الداتا والكلام ده كله، فاضطريت ان اوكي. انا اروح ادرس داتا ساينس من اول وجديد علشان طب افهم ما بقى. مثلا هو ده مثال كويس، يعني مثلا لو انا النهارده عايز ابقى تخصصي في السبورتس تك، مم. من كلامك يعني في النص ساعه اللي فاتت دي، الداتا ساينس بيلعب دور مهم جدا. فانا لو عايز ابقى راجل خبير في الموضوع ده، هل تستحق ان انا ادرس داتا ساينس من الاول؟ اه طبعا طبعا اوكي، تستحق جدا. انت لو عايز تدرس داتا ساينس فانت انت
انت لازم ترجع تدرس مثلا ايه لينير الجبرا مثلا او حاجات زي كده علشان طبيعي تبقى جامد في الماس الاول علشان تقدر ان انت ايه تفهم داتا ساينس. اوكي. بعدها بتدرس داتا ساينس نفسه، ازاي تعمل الموديلنج بتاعك، ازاي تقدر ان انت تعمل الاناليسيز بتاعتك والكلام ده كله. آه، بعد في 3 أسئلة سيد باسألهم دايمًا لكل الضيوف، هاسألك أول واحد منهم دلوقتي وال2 التانيين في الآخر، بما إننا اتكلمنا عن الحتة بتاعة الdata science دي. أنت بعد شغلك والخبرة دي، بتشوف إن الشخص يفضل generalist قدر المستطاع والّا يspecialize في أسرع وقت ممكن؟ يعني أنا النهارده لسه متخرّج من الجامعة، بتنصحني أقضي لي كام سنة generalist والحق أتخصص في حاجة معينة والّا أخلّيني generalist for life؟ انا هقول لك على حاجه، انت لو بقيت جنراليست early days هينفعك جدا، لان انت أوكي، بعدين لما تيجي تتخصص مثلا في حاجه هتبقى عندك الباك جراوند وكومن لانجوج مع ناس تانية كتير جدا. يعني انا أوكي. مثلا، يعني انا اشتغلت في سوفت وير ديفلوبمنت، واشتغلت في الانفراستراكشر والاي تي العادي والاكسشينج والداتابيزز والكلام ده كله، لكن الكلام ده بيجي عن طريق الوقت. بس في نفس الوقت انت النهارده علشان توصل ان انت تبقى ليدر بقى، او ان انت تبقى رئيس قسم مثلا او حاجه زي كده، فانت you have to be يعني لازم تفهم في حاجات كتير، أوكي. مش فأنت سنين generalist الأولانية تستفيد اه منها إنك تاخد خبرة متنوعة، بز- بس تتخصص بعدين. يعني أنت مع إن الناس تبقى specialized، يعني بتوصل لمرحلة متقدمة في الcareer بتاعها إنها تبقى متخصصة في حاجة معينة. بالظبط. بس هو كمان التكنولوجي في العموم بيبقى فيها مسارات مختلفه. يعني صح. انت لو هتشتغل مثلا في السوفت وير ديفلوبمنت وتفضل شغال في السوفت وير ديفلوبمنت، فانت بتبدا كجونيور مثلا، بعد كده سينيور ديفلوبر، بعد كده بروجكت مانجمنت مثلا او برودكت اونر، بعدها بتبقى بروجكت مانجر، بعدها بتبقى بروجرام مانجر، بعد كده يعني شوف التسلسل الوظيفي بتاعها عامل ازاي. أوكي. حد مثلا زي انا يعني ما اتيحش ليا ان انا افضل موجود في حته معينه، وانا شغلي هو اللي يعني زقني ان انا لازم افهم حاجات او مناطق تانية. أوكي. فطبيعي ان انت بعد فتره لازم ترجع تدرس تاني من اول وجديد. يعني انا رحت درست اداره من اول وجديد، رحت درست اداره رياضيه من اول وجديد، انا عندي يعني انا عندي دبلومه من الفيفا في الاداره الرياضيه. بعد كده رحت يعني يعني طول ما انت ماشي لازم تقعد تدرس تاني من الاول جديد، لان ده النيشر اوف ذا بيست. انت أوكي. هو التكنولوجي كده، انت ما ينفعش ان انت تقول انا خلاص سبيشاليزد. معلوماتك اللي كانت من 20 سنة هتفضل نافعاك للمستقبل يعني. لا خلاص، ده كده بتبقى آه. obsolete خلاص. يعني انت لو خرجت بره التكنولوجي 6 شهور فانت اوريدي اوبسليت. أوكي. طيب أنت شايف إنه الناس اللي بتنضم لموضوع الsports technology ده لازم يبقوا كلّهم بيحبوا الرياضة؟ بشكل يعني هاعرف أشتغلها والّا؟ اكيد ده لازم. أكيد. اصل انت لو أوكي. ما عندكش عارف، لو ما عندكش الباشن عمرك ما هتبدع. أوكي. أيوه، بس ما أنا ممكن برضه واحد يرُد عليك يقول لك سيد، ما أنا مثلًا ممكن أبقى باشتغل في التكنولوجيا مم. في بنك، حلو جدًا، مم. يعني مش باحب البنوك أوي، عادي يعني باشتغل كويس ايوه، بس لو حد جه، لو انت مش يعني لو حد جالك مثلا من الاوديت مثلا، بيقول لك اصل احنا عندنا كذا 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 مشكله مثلا، انت عمرك ما هتفهم الويت بتاع المشكله ديت لو انت مش فاهم هو الراجل بيتكلم عن ايه. أوكي، لو أنا مش حابب موضوع الbanking ده، هابقى باتعامل مع الموضوع بشكل مختلف يعني وانت تقصد. مش لازم تحبه، انت لازم تدرسه. أوكي. في فرق ما بين ان انا مثلا ايه اخد حاجه وافهمها، وحاجه تانية انا بحبها. تمام. فانت لو انت فهمت حاجه وبتشتغلها، فده اللي هو ايه you paying your bills. تمام. انت أوكي. paying your bills، حياتك ماشيه كده وانت سايب نفسك للفلو يعني you going with the flow يعني. لكن لو انت بتحب الحاجه نفسها، فانت هتبص تلاقي نفسك انت بتديزيجنيت جزء من المنتال كاباسيتي بتاعتك كل يوم ان انت تبدع فيها. أوكي. يعني دي كواليتي مش هتبقى موجوده الا عند حد بيحب المجال ده. أوكي. أنت إيه الرحلة بتاعتك next يا سيد، بعد الكورة والevent management؟ إيه عايز تطبّق الموضوع الرياضة يعني التكنولوجيا في الرياضة فين تاني؟ انا ان شاء الله من اول 1/5 اللي جاي ان شاء الله
هبقى مسؤول عن رئاسة قسم التكنولوجي في حاجة اسمها الرويال اسكوت ريس كورس. اوكي. الرويال اسكوت ده لو يعني محدش مثلا يعرفه، ممكن الناس اللي في الخليج يعرفوا الكلام ده كويس، لأن كل العوائل المالكة بتيجي الايفنت ده كل سنة. اوكي. لكن الموضوع ان انت ايه، ده the most prestigious سبورت. سبق خيل في العالم يعني. اه بالظبط كده. تمام. و the most prestigious sport venue في المملكة المتحدة كلها. تمام. فإن شاء الله هبقى من أول يوم من 1/5، أنا خلاص يعني مضينا العقود وكل حاجة. من 1/5 بإذن الله أكون رئيس قسم التكنولوجي هناك، وعندي تيم كويس كمان يعني حوالي أربعة. وهم بيسابقوا بنفسهم سيد؟ عندهم تيم خيل ولا بس لا لا هم لا، فينيو؟ هم سبورت فينيو. هم سبورت سبورتس فينيو. فينيو سبورت فينيو، وهم كمان عندهم يعني ثلاث شركات مختلفين، يعني هم جروب اوف كومبانيز يعني. اوكي. ال الريس كورس ده موجود من 1711. اوكي. فانت ف كان يعني العيله المالكه بتاعت المملكه المتحده ديت هي اللي بتهتم بالموضوع ده جدا، وبتحضره كل سنه، والملكه اليزابيث كانت بتحضر كل سنه وهكذا. ولسه في اوكي. طبعا باقي العيله المالكه بتحضر الايفنتس دي. لكن هو في ناس برضو ما تعرفش ان انت هو الريس كورس مش معمول عشان ايفنت واحد في السنه. هم عندهم 26 ايفنت، وكل يوم بيبقى في حاجه اسمها النون ايفنت ريفينيو. يعني انت عندك كونفرنسز، عندك معارض لحاجات مختلفه، في ريفينيو ستريمز جايه من مناطق مختلفه تماما. تمام. عايز قبل ما نختم اسالك السؤالين التانيين بقى اللي هم بارت من الثلاثه دول. انت شايف انه ده صناعه السبورتس تكنولوجي دي سيد صناعه يقدر الشخص لما يخشها جديد يعمل فيها فلوس؟ طبعا بالتاكيد. بص، هو التخصص نفسه تخصص نادر شويه. يعني احنا اوكي. حتى الناس اللي بتشتغل هنا في انجلترا في السبورت فينيوز والسبورت اندستري، المجال مش كبير، المجال صغير جدا يعني. حتى الناس اللي هم مثلا اللي بيشتغل في ارسنال، واللي بيشتغل في توتنهام، واللي بيشتغل في مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول والناس ديت، الناس دي الناس بتشوفها في الملعب بيتنافسوا. لكن الناس بتوع التكنولوجي جواها لا، احنا عندنا كونفرنس كده كل سنه، وبنقابل بعضينا وبنلين على بعض. على فكره لما يكون مثلا في مشكله جديده على حد، يعني مثلا اوكي. انا في يونايتد كنت بساعد ناس موجوده في بلاك بيرن مثلا، ويجن. الناس بتوع ارسنال اتكلموا معانا برضو في شويه حاجات كانت خاصه بنظام التذاكر، لان البروفايدر واحد. تمام. اوكي. فنظام التذاكر اللي هنا هو نظام التذاكر اللي هنا، فاحنا بيبقى عندنا مثلا عندنا مشكله، لا احنا بنكلم الناس التانيه. بيتوفر علينا ان انت تقعد تريسيرش مثلا، او تقعد تفكر ايه المشكله دي جت منين بالظبط. اوكي. فلا فهي يعني، صناعه فيها فلوس. لا طبعا اكيد، اكيد فيها اوكي. فلوس. طيب اختم معاك يا سيد. انت من خلال شغلك مش قصدي السؤال ده من زاويه فلسفيه، ولكن خلينا ناخدها من زاويه الشغل. انت من خلال شغلك عايز تسيب ايه وراك يا سيد؟ يعني ايه الليجاسي اللي انت عايز تسيبها من خلال الكارير بتاعك؟ والله دي حاجة مهمة جدا. أنا أقول لك على حاجة، هو الليجاسي بتاعتي اللي أنا بحاول أعملها، أنا من حوالي 4 5 سنين كده، يعني ما كانش حد يعرفني في مصر، يعني ما حدش عرفني في مصر. أنا اتعرفت في مصر بتويتة على تويتر يعني. اوكي. كانت مصر كانت أخذت تنظيم كأس العالم، سوري، كأس أفريقيا بتاع كرة القدم، كنا في أوائل 2019، وكان الوقت ضيق. فانا كنت مبسوط جدا، انا قاعد في المكتب كده في لحظه تجلي يعني، فكنت مبسوط ان احنا خدنا التنظيم. فقلت يا جماعه، انا سيد فاروق، انا مدير قسم التكنولوجي في النادي الفلاني، وعندي خبرات في الحاجات الفلانيه، ومستعد ان انا اتبرع يعني بال بالوقت والخبره يعني. بالتقنيه مثلا، او سوري مش بالتقنيه نفسها، او يعني بالمعرفه اللي عندي او الخبره اللي عندي، بالمعرفه. عشان اساعد الناس في مصر يعني. فساعتها بقى انا اتعرفت. فالليجاسي بتاعتي اللي انا بحاول اعملها، انا بحاول ان انا انقل الخبره ديت لاكبر قدر ممكن من الشباب في مصر. ودي حاجه يعني انا بعتز بيها، لان انا اول حد اتكلم في الحته ديت.
وعملت لهم كمان يعني قناة على يوتيوب اسمها تكنولوجيا الملاعب. دي الناس هم أنا باجيب ناس كمان صحابي، ناس بيعرفوا مثلًا في مناطق معيّنة، دكاترة مثلًا في موضوع الإصابات مثلًا أو حاجة زي كده، حد في الdata science بيشتغل في الdata science بتاع الكورة، حد في التدريب مثلًا، وباحاول إن أنا أنقل للناس يعني أي حاجة أنا أعرفها كويس، بحيث إن أنا الشباب الصغير اللي طالع عايز يشتغل في حاجة زي كده بيحبها، يقدر إن هو على الأقل يقدر يبقى عنده نقطة يبتدي منها. بس دي الlegacy اللي أنا باحاول أسيبها يعني. حلو جدًا، legacy ممتازة. أنا اتشرّفت جدًا يا سيد بالحوار. أنا ممكن أقعد يعني أرغي معاك بالذات في الangle بتاع الرياضة بنحلّل إيه ونعمل إيه. أنا باحب الdata، عارف في expression كده مشهور بيقول in God we trust everybody else bring data. Of فهو course. ده أنا باحب أي حاجة فيها تحليلات. أنا اتشرّفت جدًا ومتشكر جدًا إن اديتنا الوقت ده من وقتك، وبالتوفيق في الشغلانة الجديدة إن شاء الله. أنا مبسوط جدًا ومتشكر جدًا على اللقاء الجميل دوّة والconversation اللي إحنا ما حضّرناش أي حاجة عنه، بالضبط كده. وهو ميرسي الأساس جدًا. الconversation كانت يعني good vibe وgood flow، وأنا مبسوط جدًا إن أنا كنت معاك، وأنا متشكر جدًا ليك. شكرًا. شكرًا.